بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة أبو رامي للشروحات. درسنا في هذا اليوم يختص في برنامج سويتش ماكس. البرنامج تصميم الفلاشات وإضافة صوت على صورة بصيغة ال SWF، صيغة الفلاش. دائما يستخدم في المنتديات أكثر، نقول 95% بالمنتديات. الدرس يعني السويتش ماكس هو أفضل، أسهل بكثير من الفوتوشوب، والدرس سهل يعني جد. نبدأ بسم الله، نفتح برنامج السويتش ماكس. هذا هو شعار السويتش ماكس اس. نضغط على ستارت انيو امبوتي موف. طبعا ننتقل هنا. هذا العرض 600 والطول 300. نجلب صورة. اول شيء نجلب صورة خلفية، مثلا insert image. الصورة عندنا كبيرة، هتكون كبيرة، نسحبها. شوف، نسحبها بأي جهة، ثم نقوم بتصغيرها، ثم نسحبها للعمل. نضع الماوس على أي نقطة حتى يصير لنا سهم متضادين، سهمين متضادين. الآن تقريبا بإمكانك تخليها بالفوتوشوب، أسهل لك من الطريقة ذي. بالفوتوشوب تخليها مثلا تضيف على اسمك، ولا تبي تصغرها تخليها مثلا 600 على 300، نفس أسهل لك من التصغير هنا والتكبير، أو كيف، كل واحد وطريقته، يعني كل واحد يشوف اللي يستاهل. باقي الصوت علينا الآن. نضغط على سكريبت، أقصى العمل من اليسار من أعلى، أديت سكريبت إيفنت بوتون أون رول أوفر، رون أول أوفر. نضغط على الأون، تشغيل العرض يعني. الآن نضغط على أديت سكريبت ساوند بلاي ساوند. طلعنا اللون بالأحمر. نبحث عن الصوت امبورت هنا، مثل هذا المقطع. الآن باللون الأحمر ما راح يشتغل، لازم نخليه أزرق. نضغط على مثل الآن هذا الصوت فارس عباد، نضغط على رسالة. الآن هو الأزرق. الآن هذا هو تشغيل. إذا وضعت الماوس عليه يشتغل، بس لو توخر عنه ما يشتغل. لازم نضيف لها سكريبت إيقاف أو زر إيقاف. الآن رول أوت، نفس الطريقة. أديت سكريبت ساوند، لا المرة ذي ستوب ساوند، نخليه أزرق بعد. نضغط على الصوت، ثم نضغط على تشغيل. ما يشتغل معنا الآن. نذهب للعمل. شوف، الآن صدق الله العظيم. الآن نشيل الماوس عنه ينتهي. هذا هو الدرس. أبغى أضيف خاصية، بس مثلا خاصية الكتابة. نضغط على التي. نعيد لكم من جديد. حرف التي جنب الايمج insert text، مثلا ابو رامي، قناة ابو رامي الشروحات. نظلله كنترول اي افضل. مثلا هذا الخط اعتقد واضح جدا، وهذا الطول، هذا الحجم الخط، وهذا اللون. هذا التوسيط، وهذا العرض. نفس تقريبا الميكروسوفت وورد.
انتهى الدرس الآن، باقي الحفظ. طبعا بتخلي الكتابة يسار تنقل مكانها، تأشر عليها لما يضغط لك الأسهم، مثلا أطلع كذا السهم هذا ما ينقل معك، لا، لازم تكون الأسهم واحد طالع فوق وواحد تحت والثاني يسار والثاني يمين، وتعلق عليها بزر الفار الأيسر ثم تسحبها إلى أسفل. هذا هو الدرس. الآن الحفظ من فايل إلى اكسبورت، تختار الصيغة SWF، هذه طبعا للأصحاب الفرونت بيج. EXE هذه البرامج، بروجيكتور والاي في اي بس ما يدعمها، ما يدعم الصوت. هو السويتش ماكس 2003 ما يدعمها، يدعمها السويتش ماكس 2 يدعم الصوت. هو الاي في اي فيديو، وحلوة. اللي ما يعرف يصمم بالبرامج السوني فيجاس والبرنامج الاوليد البرامج الكامتاسيا، يصمم هنا بالسويتش ماكس 2. تضغط هنا، او كافضل لك كنترول بي، كنترول اي هي اللي كنترول حرف الثاء بالعربي. تختار اسم وتحفظه، مثلا شرح. نروح على سطح المكتب، هذه على سطح المكتب. لازم يكون عندك مشغل فلاش. شوف خلاص. اتمنى كل طبعا درس سهل، واكيد انكم فهمتوا من اول شرح. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.